ألمانيا تكسر الجليد مع المغرب، والصين تستثمر في استثمارات ضخمة مع المغرب، وبالمغرب حدث عالمي لأول مرة في إفريقيا سيكون في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، افتخر فأنت مغربي. علاش هذه الحلقة كلها كانت فيها المغرب المغرب المغرب، ولو خليناها ساعة أخرى غنلقاو مجموعة من الأخبار فيها المغرب المغرب المغرب، وكلها عنوانها افتخر فأنت مغربي. نبداو بألمانيا. ألمانيا اللي كسرت الجليد مع المغرب في علاقاتها. شفنا ألمانيا كانت دارت واحد الأزمة مع المغرب وبغات تفرض العضلات ديالها، لكن الألمان عقلانيين حكماء ضربوا الحساب ولقاو بان عزه النفس المغربيه غتخسرهم بزاف. بالعكس، انهم الا مشاو بنفس السياسه اللي كيفرضها المغرب واللي كيبغي يتعامل بها وكتعجبو هي رابح رابح، غادي يربحوا حتى هما، انهم غيربحوا مع المغرب والمغرب غيربح معاهم. اذا فاختاروا بطبيعه الحال وين وين، رابح رابح. نشوفوا شنو دارت المانيا مع المغرب في اخر الاخبار. المغرب سيصبح المنتج الرئيسي للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول 2025. كنعرفوا بأن العالم كله غادي يتحول في 2030 إلى استعمال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة على حساب البترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري. من بين هذه الطاقات الهيدروجين الأخضر. نعاودوا نشرحوه للإخوان اللي ما حضروش معنا. فملي كنسمعوا الطاقة اللي جاية بالهيدروجين الأخضر شنو هي أن كنشدوا الماء وكنديروا واحد العمليه اللي كنفصلوا الهيدروجين على الاكسجين، وبالتالي كناخذوا هذاك الهيدروجين كيتسمى الهيدروجين الاخضر اللي كنخدموا به لتوليد الطاقه. هذا الهيدروجين علاش كنسميوه الاخضر؟ لانه ما كيحتاج في الانتاج ديالو لواحد الطاقه، فما كنديروهاش من البترول ولا من الغاز، لان ماشي هذا هو الهدف هو نديروا من الطاقات المتجدده. فكنديروا الواح شمسيه او لا مزارع الريح او لا الطاقه المائيه، وكنخرجوا منهم الكهرباء كتسمى كهرباء اللي هي نظيفه، وكناخذوها وكنخرجوا بها هذا الهيدروجين الاخضر اللي كيتسمى الهيدروجين الاخضر لانه من طاقات نظيفه، داكشي اللي سميناه الاخضر. اذا هذا الهيدروجين الاخضر هو فعال، هو كتحتاجوا جميع الاجهزه اللي كتخدم بالكهرباء وكتحتاج واحد الطاقه، مثلا السيارات الكهربائيه. وبالتالي هاد الطاقه اللي بالهيدروجين الاخضر اولا كتكون رخيصه، ثانيا كتكون فعاله، وثالثا كتكون نظيفه. وهذا هو اللي كيقلب عليه العالم وخصوصا المجتمع الاوروبي والغربي في مستقبل الايام. نشوفوا التفاصيل. تواصل ألمانيا خطواتها العملية لضخ مليارات اليوروهات في مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقات المتجددة في المغرب، ستجعل منه المنتج الرئيسي والمتسيد للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول عام 2025، وأهم مورد للاتحاد الأوروبي الذي يسعى بدوره إلى تعويض وارداته من روسيا. إذا كيف ما قلنا هذه الحلقة عنوان افتخر أنت مغربي، هذا كان الخبر الأول فافتخر فأنت مغربي. نمشي للخبر الثاني. استثمارات صينية جديدة واعدة في المغرب. لا يختلف اثنين على أن المغرب والصين ولات عندهم علاقات كبيرة اقتصادية وسياسية، وأن الصين أكثر من مرة أكدت على أنها توطد علاقاتها مع المغرب وترى فيه مستقبل الصناعة في إفريقيا وفي جنوب أوروبا، لأنه بحكم المسافة والموقع الاستراتيجي ديال المغرب فأصبح المغرب نقدر نقولوا هو بوابة إفريقيا وبوابة أوروبا في نفس الوقت. مجموعة من الاستثمارات الصينية في المغرب اللي معروفة وشركات اللي هي كبيرة، لكن التوجه الصيني اليوم كيمشي لواحد الاتجاه اللي هو مستقبل الصناعات، اللي هو البطاريات ديال الليثيوم او البطاريات اللي كتصلح للسيارات الكهربائيه. فإذا شفنا ان المانيا بغات تستثمر باش دير الهيدروجين الاخضر او الطاقات المتجدده، فها هي الصين مجموعه من الصناعات، ولكن اليوم كتمشي بشكل كبير لهذه الطاقه او لا استعمال عفوا البطاريات في السيارات الكهربائيه، وخصوصا هذه الشركه اللي غادي نهضروا عليها فكتوجه جميع الانتاج ديالها للسيارات ديال تسلا الامريكيه. نشوفوا التفاصيل. ويتعلق الامر هذه المره بانتاج بطاريات السيارات الكهربائيه،
حيث وقع محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية مذكرة تفاهم مع BTR نيو ماتيريال الصينية بقيمة 1.2 مليار دولار لافتتاح مصنع بالمغرب. إذن من ألمانيا إلى الصين دائما عنواننا افتخر فأنت مغربي. ونمشي للخبر الثالث. لأول مرة بإفريقيا معرض التكنولوجيا الأكبر عالميا جيتكس يحل في المغرب. اليوم المغرب أصبح قبلة ديال مجموعة من التظاهرات العالمية، ماشي فقط في الرياضة ولكن حتى في الاقتصاد. قلنا أيضا السياسة عسكريا كنعرفوا هذيك المناورات الضخمة ديال الأسد الإفريقي. سياسيا كنشوفوا مجموعة من الملتقيات الدولية ككوب 22 اللي كان في المغرب. أيضا شفنا مجموعة من مثلا اللقاء ديال طنجة واللي تم فيه إصدار الكتاب الأبيض واللي كان فيه المنادات أو المطالبة بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي وغيرها من اللقاءات. اليوم كنهضروا على واحد الملتقى اللي هو ملتقى اقتصادي تكنولوجي ضخم. نشوفوا التفاصيل. تحتضن مراكش أهم معرض للتكنولوجيا في العالم، سيحل لأول مرة بإفريقيا أواخر شهر ماي وبداية يونيو المقبل. وحسب ما أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فإن معرض جيتكس أفريقيا سيضم أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من 95 دولة. إذن متابعينا الكرام، يظهر جليا كيف ما قلنا بأن المغرب ولات عادية أنه يستقبل وينظم أكبر الملتقيات الدولية. فهذا المعرض ديال التكنولوجيا أحد هذه الملتقيات الضخمة ولأول مرة غيدار في إفريقيا. نضيف عليها أول مرة وأكبر مثلا أطول برج في إفريقيا ديال محمد السادس، أسرع قطار البراق. أيضا إذا تحدثنا على أول مصنع للقاح ديال الكوفيد في إفريقيا في المغرب وغيرها من الإنجازات، يمكنكم تخلوها لنا في التعليقات أسفل الفيديو. لكن دائما كيف ما كنقولوا، فشنو هو شعارنا؟ شعارنا افتخر فأنت مغربي. بعد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتراك في القناة، صفحة الفيسبوك مغربي وافتخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.